كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف ايه افضل الاعمال المستحبة في شهر شعبان. اول حاجة تجديد النية وتجديد التوبة وقراءة القرآن والاعمال الصالحة، يعني نكسر من الاعمال الصالحة، نكسر من التسابيح، نكسر من الصيام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام اكتر شهر بيصوم فيه شهر شعبان. لما سألته السيدة عائشة وقالت له يا رسول الله اشمعنى شهر شعبان اللي بتكسر فيه من الصيام؟ قال لها ذلك شهر يغفل عنه الناس، يعني الناس بتغفل في شهر شعبان وبتطلع فيه الأعمال، وعايز يطلع عمل ربنا وأنا صائم. ربنا ما بيتقبلش أعماله، يعني لو في اتنين مخاصمين بعض لازم يصالحوا بعض قبل ليلة النص من شعبان، أو في حد مخاصم أحد، أو قاطعين صلة الرحم لازم نصل لأرحامنا ونصالح أي حد مخاصمينه قبل ما تطلع أعمالنا لربنا سبحانه وتعالى. يعني نكسر فيه من قراءة القرآن، ويا سلام بقى لو نختم فيه المصحف، ده كمان هيساعدنا عشان لما يدخل رمضان ان شاء الله نبقى متدربين عشان نختم المصحف في رمضان. وكمان الصيام الكتير في شعبان برضو بيدربنا عشان دخول رمضان، ونبقى متهيئين نفسيا ونبقى متعودين على الصيام في رمضان. عايزين بقى نبدأ شعبان بكل همة وعزيمة ونشاط عشان نستعد لشهر رمضان بإذن الله، وربنا يعيننا على الطاعات.